حبايبي الغاليين وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم مش بايدي فاضيه، جايه لكم باحلى هديه ليكم كلكم. النوتيلا. النوتيلا الاصليه بالطعم الاصلي، مش مجرد انها هتكون صوص كده شوكولاته قبل الدهن وخلاص. لا، احنا النهارده هنعملها بكل احترافيه، وهتكون معاكي نوتيلا نوتيلا، يعني حاجه اصلي وطعمها حلو جدا جدا. حتى المطه بتاعتها زي الأصلية بالظبط، واللون ازاي يكون معاكي فاتح مش غامق. كل ده هنعرفه في التفاصيل بتاعة الفيديو بتاع النهاردة. بس يلا بينا بقى ندخل على المكونات على طول ونشوف معانا ايه. طبعا بما اننا هنعمل نوتيلا النهاردة هنستخدم شوية بندق صغيرين، لكن هقولك على كل البدايل واحنا شغالين ان شاء الله. انا معايا تلت كوباية من البندق. تمام، بنجيبه كده ني بقشره من عند العطار. بتحطيه بس في الفرن يتحمص لحد ما تحسي ان القشره بتاعته خلاص اتقشرت من عليه، بتبداي ان انت تقشريه وبيكون معاكي بالشكل ده. حاولي ان انت ما تدهوش لون علشان ما يبقاش مر معاكي في الوصفه. ولو هتشتري بندق محمص جاهز يبقى تمام وزي الفل. ودي كانت تلت كوبايه بالظبط، وان شاء الله هسيبلك المقادير كلها بالكوب وبالجرام في صندوق الوصف. بنيجي بقى في الكبة بتاعة الخلاط الصغيرة وبتطحني البندق ده. بنطحنه ازاي؟ بنفضل ان احنا نطحن فيه واحدة واحدة كده لحد ما بتحسي ان هو عمل عجينة معاكي، او نزل الزيوت اللي فيه بمعنى اصح. ده بيكون القوام المظبوط بالنسبة له، لان لو حطيناه ان هو يكون مطحون بس مجرد طحنة مش اكتر من كده، هيكون باين معاكي في الوصفة او في الطعم. فحاولي على قد ما تقدري ان انت تخليه زي الزيت بالظبط. بتشغلي شوية وتفصلي شوية لحد ما يوصل معاكي للدرجة اللي هوريها لك دلوقتي. ولو عايزة توصليه لأكتر من كده أو هتقدري إن انت توصليه لأكتر من كده، هيبقى حلو قوي، يعني هيديكي نتيجة أحلى وأحلى. شايفين كأنه عجينة في إيدي مش أكتر من كده. هنركنه بقى على جنب وهنشوف بقية المكونات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. هنجيب بقى حاجة واسعة كده علشان نخلط المكونات الجافة بتاعتنا. كوباية من اللبن البودر، وده بتجيبيه من عند أي مستلزمات حلواني بيتباع بالكيلو، يعني عايزة ربع عايزة تمن هتحطي كوباية من بتاعة الشاي. عليها كوباية من السكر البودر، وضروري جدا يكون بودر علشان لو حبيبات مش هيتطحن معاكي في الخلاط وهيعمل حبيبات بعد كده في النوتيلا بتاعتك. نص كوباية من الكاكاو الخام، وانا النهاردة مستخدمة كاكاو خام غامق. ما لقيتش الفاتح بصراحة، فلو لقيتي كاكاو خام فاتح استخدميه في الوصفة. لكن انا استخدمت غامق بس، فتحت اللون بتاع النوتيلا بمكون تاني هنعرفه واحنا شغالين مع بعض ان شاء الله. هنقلب المكونات مع بعضيها كويس قوي لحد ما كلها كده تندمج. وبعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا. معايا كوباية من الحليب، وهنضيف عليها المكونات الجافة اللي احنا حطيناها مع بعضيها. معايا 100 جرام من الشوكولاتة اللي هي الفاتحة اللي هي بالحليب. انا استخدمت الدريم، تقدري تستخدمي اي نوع شوكولاتة. انا بشرته علشان يبقى سهل معايا في الخلاط ويتفرم مع المكونات بسهولة. تقدري تخليهم 50 جرام بس مش اكتر من كده. حطيت بقى معلقة من اللي هي البندق اللي احنا طحناه. وعشان ابيض المكونات بتاعتي دي واخليها زي النوتيلا، حطيت معلقتين ونص من كريم شانتيه الخام. معلقة من الزبدة، ومعايا هنا كوباية من الزيت. هحط بس ربعها علشان الخلاط يشتغل، وبعد كده هنزود الزيت بتاعنا بالراحة خالص، واحدة واحدة خالص، علشان خاطر ينزل عليها سرسوب كده ويتقل الخليط معاكي وما يكونش خفيف. بنشغل الخلاط، وفي الوقت ده لو الخليط بتاعك مثلا تقيل معاكي وحاسة ان هو تقيل، ممكن تزودي شوية من الحليب او شوية من المية، يعني علشان تظبطي الخليط. تمام، لان المكونات بتختلف. يعني بمعنى اصح هنقدر ان احنا نعالج الموضوع ده واحنا شغالين. جبت بقى بقيت كوباية الزيت ونزلتها واحدة واحدة كده على الخليط علشان ينزل في الخلاط وينضرب مع بعضه والقوام يتقل. في الاول محطتش الزيت كله، وبعد كده فتحت على الخلاط علشان خاطر اشوف قوام النوتيلا. لقيتها لسه محتاجة ان انا ازودها زيت تاني. وطبعا الأحسن إن احنا نستخدم زيت عباد شمس أو ذرة علشان خاطر طعمه يبقى كويس، ما يبانش في الخليط بتاعنا اللي احنا شغالين معاه. تمام، ده هيكون القوام. لقيته لسه محتاج معايا شوية كمان. بدأت برضو أرفعه تاني في الخلاط، واستخدمت كوباية الزيت كاملة.
في الوقت ده لو حابة ان انتي تخففي صوص الشوكولاتة او النوتيلا اللي احنا عاملينه ده شوية عن كده، ممكن تزودي شوية كمان من الزيت، مفيش اي مشكلة، او ممكن تزودي شوية من الحليب او المية زي ما قلنا. هتقدري ان انتي تظبطي المكونات وانتي شغالة، يعني هتعرفي القوام وهتشوفيه. ده كان القوام الكويس بالنسبة لي، مش عايزاه اكتر من كده ولا اقل من كده. حتى لما بنحطها في التلاجة ان هي تجمد في التلاجة حتى من تحت، ما بتبقاش ان هي قاسية قوي وانتي بتاخدي منها، يعني بتعرفي تاخدي منها برضو، بس بتكون ماسكة نفسها وبتكون مجمدة شوية. طبعا تقدري تعملي نص الكميات اللي احنا عاملينها النهارده. بالمناسبه يعني ان انا هسيبها لك في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام، فتقدري ان انتي تنصصي الكميات اللي انا هسيبها لك وتعملي نص الكميه بالظبط. هنا بوزنها لحضرتك علشان تشوفي هي عملت معايا قد ايه. هنزل بقى كل اللي في الخلاط، وكانت عملت معايا 850 جرام. يعني حاجة كده ما شاء الله تحفة جدا جدا، القوام والطعم والريحة. صدقيني هتعملي أحلى نوتيلا في البيت بإذن الله. وده بيكون القوام بتاعها زي ما قلت لك. عايزة تخففي شوية صغيرة خالص عن كده، تقدري ان انتي تزوديهم حليب او مية. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بالنسبة للبندق، تقدري تستخدمي كيس نسكافيه بطعم البندق، وتقدري تستخدمي روح البندق بتجيبيها من عند مستلزمات الحلواني. بس انا حبيت اعملها لكم بالطريقة الاصلية، لان النوتيلا الاصلية بيكون فيها بندق، مش بتكون فيها ريحة بندق او الحاجات دي. تعبي البرطمانات بتاعتك، وعملت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وبيكون صلاحيتها في التلاجة من اسبوع ل10 ايام، مش اكتر من كده. علشان كده بقولك لو حابة ان انت تعملي نص الكمية اعمليها، وتكون معاكي اول باول كده تعمليها صفحة بصفحة. لو اول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعاوزة لايكات لايكات كتير 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 على الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ومستنية التطبيقات بتاعتكم ان شاء الله بإذن الله. ده كان القوام بتاعها وهي بره التلاجة، ما كانتش لسه دخلت التلاجة. فلما بتدخل التلاجة زي ما قلتلك ان هي بتجمد، بس مش تجميد اللي هي ما تقدريش ان انت تاخدي منها بالمعلقة. لو الكاكاو بتاعك فاتح، مش هتحتاجي ان انت تحطي الكريم شانتيه الخام اللي احنا حاطينه. الكريم شانتيه الخام بيبيض النوتيلا، بيخلي لونها زي الاصلي. فلو محتاجة ان انت تحطيهم حطيهم، مش محتاجاهم يبقى ما تحطهمش خالص وتستغني عنهم. لو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليكي على طول. وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير.